اليوم بسوي معاكم وصفة وايد لذيذة راح تحبونها. عندي صدرين دياي سلقتهم مع كركم ونتفتهم، وبصلتين مبشورين، وثلاث فصوص ثوم، بيضتين، ونص شدة بقدونس مفروم، ملح، فلفل أسود، وكركم. بمقلة راح أحط حوالي نص كوب زيت نباتي، وأحمر الثوم مع البصل لغاية ما يصير لونه بني مثل ما انتم شايفين. عقبها أضيف الدياي. بعد الدياي راح أضيف من كل شي شوية، ملعقة وسط كركم، ملح، وفلفل أسود، واستمر بالتحريك. بيضتين ونضيفه لخلطة الدياي وهو على النار، وأيضا نستمر بالتحريك. بعدها راح أضيف البقدونس المفروم. الحين أجهز شرايح التوست بهالشكل وأدهنها بالمايونيز، وعقبها عليها شريحة جبن، وبعد مرة ثانية دهنت بالمايونيز وحطيت شريحة. ندهن الشريحة الثانية من التوست بالمايونيز ونحط حشوة الدياي عليها بهالشكل، نثبتها أكثر عشان تثبت على توست. نكمل ونحط الشريحة الثالثة. بعدها راح نقص الأطراف بهذا الشكل. أيوة، ما راح نتخلص من الأطراف، راح نستخدمهم. إذا جربتوها راح تعجبكم، لذيذة، تصلح حق كل الوجبات. إيش رايكم؟ حطوا العود عشان تثبت.